تعالى اقولك على اسرع حالة بطعم القهوة الغني وبحالة التمر الطبيعي الصحي بدون اي سكر. هنعمل مهلبية كريمية ناعمة بنكهة القهوة الرايقة، حالة صحي غني بالالياف والحديد وبيساعد اولادنا على التركيز. يلا بينا نبدع في المطبخ، بس اذا كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معايا كوباية من التمر غسلته كويس جدا وخليته من النوى، وهحطه في الخلاط معايا. واحنا عارفين قد ايه التمر ليه فوائد حلوة جدا لمرضى الانيميا وفقر الدم. وهحط عليه بقى كوباية من الحليب، والحليب هنا لازم يبقى ساخن علشان يدوب معايا التمر واعرف ان انا اخلطه. هنزل بيه بقى على التمر وهغطي الخلاط واحطه واسيبه على جنب علشان يلين لغاية ما اشوف هعمل ايه. هجيب معايا وعاء ممكن ارفعه على النار وهحط فيه كوبايتين من الحليب، ولازم الحليب هنا يكون ساقع مش سخن ولا دافي، لازم الكوبايتين يكونوا ساقعين علشان هدوب فيهم نشا، والنشا لازم يدوب في حاجة ساقعة مش سخنة. تمام كده. نزلت بالكوبايتين الحليب وهنزل بيه 3 معالق من النشا وهدوبهم كويس جدا علشان ما يحصلش فيها اي تكتلات. زي ما احنا شايفين كده هدوب كويس جدا قبل ما ارفع النار. انا مش هرفع النار دلوقتي، دوبت كويس جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في التمر بتاعي. هنا زي ما احنا شايفين التمر بتاعي لان هو ما سبتوش يدوب 5 دقايق 10 دقايق، لان كويس علشان اعرف اخلطه في الخلاط بسهوله وما يبوظليش سلاح الخلاط. خلطته كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده، بقى متجانس خالص مفيش اي تكتلات فيه او اي قطع فيه. هاجي بقى اجيب الخليط بتاعي الحليب بالنشا وهصب عليه الحليب بالتمر زي ما احنا شايفين كده. هقلب كويس. الكلام ده كله انا ما رفعتوش لسه على النار، دوبت كويس. هنزل بعد كده بيه بنص معلقه من الفانيليا ومعلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، معلقه تكون كبيره وحلوه لو بتحبوا القهوه بزياده، ونص معلقه من القرفه، وممكن تستغني عنها لكن بتعزز الطعم وبتدي طعم ونكهه حلوه جدا. التوليفه ما بينهم بتدي طعم حلو، فممكن نستغنى عن القرفه. هقلب كل الكلام ده كويس جدا وبعدين هرفعه على النار زي ما احنا شايفين على نار هاديه لمتوسطه، يعني نار هاديه لمتوسطه مش عاليه. وهقلب بقى كويس لغايه ما القوام بتاعي يتجانس ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تقل معايا وبقى كريمي مفيهوش اي تكتلات زي ما احنا شايفين كده. هبدا بقى ان انا اطفي عليه ويهدى شويه وابدا اعبيه في كاسات او في اطباق زي ما تحبي. انا عبيته بقى في اطباق وكاسات مع بعض، وهبدا بقى ازينه بالتمر. كل كاس كده عليه تمرايه مخليه زي ما احنا شايفين. حابين تاكلوه بقى دافي تمام، حابين تدخلوه التلاجة براحتكم جدا. انا اول ما بعبيه بلاقيه تماسك على طول، فحابين تاكلوه دافي او في التلاجة دي ترجع لكم. عايزه اقول لكم بقى يعني حاله صحي جدا مليان بالالياف، حاله سريع في العزومات لضيوفك وجميل جدا لاولادك، مغذي جدا وصحي لاولادك بدل الحاجات اللي بيشتروها من بره ملهاش اي قيمه غذائيه. ده مفيد جدا وبسيط ومكوناته كمان بسيطه. اشجعكم جدا جدا تجربوه. وزي ما احنا شايفين القوام كريمي لذيذ جدا، نكهه القهوه مع القرفه رائعه يا جماعه. لعشاق القهوه هيعشقوا الوصفه دي. اشجعك جدا بجد تجربيه، واذا جربتوه اكتبوا لنا رايكم في كومنتات، دي حاجه بتبسطني وبتشجعني اني اكمل. انتظروني بقى في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.